نادي الزمالك حاليا بقى عبارة عن سويقة. انا عارف ان في ناس كتير جدا من جمهور الزمالك مش هتعجبها كلامي وهتقولي ما تخليك في ناديك، بس صدقني انا عايز مصلحتك. صاحبك اللي يواجهك بعيوبك احسن من اللي يقعد يمدح فيك طول الوقت. وانا كمشجع اهلاوي يهمني ان نادي الزمالك يرجع يقف على رجليه من جديد، يهمني ان نادي الزمالك يرجع قوي زي الاول، لان الكوره في مصر عباره عن اهلي وزمالك. حتى بيراميدز لو بصيت عليه هتلاقيه كله عباره عن اهلي وزمالك. احنا كجمهور بنحب نضايق بعض ونحفل على بعض، ولكن انا عن نفسي كمشجع اهلاوي اتمنى الزمالك يطلع من اللي هو فيه. ومش معنى كده ان انا هبطل تحفيل عليك، لا، هنضايق بعض وهنحفل على بعض وكل حاجه. بس بجد الحال اللي وصل له نادي الزمالك ده ما يرضيش حد خالص. النادي بقى عباره عن سويقه، حاجه كده ملهاش كبير، حاجه كده ملهاش صاحب. اي حد عايز يعمل اي حاجه في اي وقت بيعملها، واللي انا شايفه ان مفيش حد همه على مصلحه النادي. النادي دلوقتي بيواجه 10 ايقافات قيد، وبدل ما يجتمعوا مسؤول النادي ازاي يطلعوا نادي الزمالك من اللي هو فيه، لا ده بيحاربوا بعض، وده يقول له انا عملت وده يقول له انت سويت. حتى اعلاميين نادي الزمالك في وادي والزمالك في وادي تاني خالص. وطبعا كلكم شفتوا اللقاء بتاع المذيعه فرح وهشام رشاد. النادي قرب يقفل وده يقول لها انتونيلا احسن ولا جورجينيا. هو العبث وصل للدرجه دي؟ هو عدم الاحساس بالمسؤوليه وصل عندكم لكده؟ والكابتن خالد الغندور سايب الدنيا كلها وماسك في ان الاهلي عمل 10 صفقات اعاره في حين ان المسموح بيه 6 بس. سواء الاهلي صح او غلط، مع ان انا متاكد ان الاهلي عمره ما يغلط في حته اداريه، ولكن ده مش موضوعي دلوقتي. طب يا كابتن خالد، طالما عندك وقت فاضي ما تشوف حل لمشكله الزمالك. اظن ان نادي الزمالك هو اولى بالوقت اللي انت بتضيع فيه كلامك عن النادي الاهلي. انا عن نفسي واحد اهلاوي الحمد لله، ما عنديش مشاكل في فرقتي، وشايف مشاكل كتيره في نادي الزمالك، فقلت لازم ادعم نادي الزمالك. وانت ايها المشجع الزملكاوي، بدل ما تضيع وقتك في الكلام عن فساد النادي الاهلي اللي مش موجود غير في خيالك وبس، روح اسال مجلس ادارتك احنا هنطلع من اللي احنا فيه ده امتى؟ ايه هي خططكم عشان الزمالك يطلع من النفق المظلم؟ وبالمره اساله هو فين الكابتن عبد الله السعيد، مش بيشارك مع الفرقه ليه؟ الفرقه حاليا كده تقريبا من غير لعيبه. 90% من لعيبه الزمالك الموجوده حاليا لا تستحق ارتداء تيشيرت الزمالك. تيشيرت الزمالك واسع عليها، لكن واحد زي عبد الله السعيد لما يكون موجود في الفرقه هيعمل توازن. هي اصابه ايه اللي مطوله قوي كده؟ وفين الكابتن دونجا من قبل بطوله افريقيا وهو مش موجود، وفي الاخر اكتشفنا ان هو بيتجوز، وبعد كده يقول لك هو مصاب. لا، هو مش مصاب، هو واضح ان اجازه الجواز مطوله شويه. لازم تخلي كلمتك مسموعه عند مجلس الاداره بتاعت نادي الزمالك. عجبني مشجع امبارح زملكاوي بعد نهايه مباراه المصري والزمالك طلب من مجلس الاداره انهم يفتحوا حساب